تساءل السيناريست عمرو محمود ياسين عن توقعات الجمهور لنهاية مسلسل وننسى اللي كان، وذلك من خلال توجيه سؤال الجمهور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك. قال عمرو محمود ياسين للجمهور: يا ترى في حد هيموت في الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان؟ ايه توقعاتكم؟ هل في حد هيموت ولا لأ؟ ولو في يبقى مين؟ أثار قلق الجمهور على بدر، وخلى الجمهور في حيرة شديدة على شخصية بدر اللي بيقدمها الفنان كريم فهمي. في سياق متصل كشف السيناريست عمرو محمود ياسين عن ان تسليط الضوء على أرزاقية السوشيال ميديا أحد أهدافه من مسلسل وننسى اللي كان، مؤكد انهم بيبيعوا ضمائرهم من أجل المال، كما حرص على وصفهم بانهم فارغين وعديم الموهبة. وكتب عمرو محمود ياسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: من أهدافي من مسلسل وننسى اللي كان هو تسليط الضوء على أرزاقية السوشيال ميديا اللي بيبيعوا ضميرهم مقابل المادة. قال: قاعدين لا قالوا وقلنا واللت والعجن، ودول أعضائهم عبارة عن ناس فارغين عديم الموهبة، كل شغلتهم مراقبة الغير لصنع قصص وهمية تجذب السذج والعواطلية. وقال: الناس دي أنا بشوفها كائنات طفيلية، لما ابنه بيكبر ويسأله بابا او ماما انتوا بتشتغلوا ايه، هيردوا يقولوا احنا بتوع النميمة والهمز واللمز والتلقيح على بعض، احنا بتوع خالف تعرف واستغلال البسطاء في صنع ضغط على شخصية بعينها من اجل الحصول على المال، احنا بتوع التنمر اللي ما عندناش مراية في بيتنا تورينا حقيقتنا الخارجية والداخلية، والاتنين اسود من بعض. ملعونة السوشيال ميديا في بلدنا، وملعون كل اللي يبيع ضميره.